بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذنا الأعزاء، اليوم مع درس جديد اللي هو الهلال الأحمر الجزائري. الهلال الأحمر الجزائري هو جمعية أو منظمة إنسانية تطوعية جزائرية طبعا، تأسست في 1956، تعمل على تقديم أنشطة تضامنية في مختلف المجالات. أما عن نشاطاته ودوره، عندنا أولا على المستوى الداخلي ثم المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي، الهلال الأحمر الجزائري يعمل على إغاثة ضحايا الكوارث بتقديم يد المساعدة للمنكوبين أثناء الكوارث كالفيضانات والزلازل. يعمل أيضا على مساعدة الفئات الضعيفة كالمسنين والمشردين والأطفال المحرومين. كذلك يقوم على أو يعمل على المساهمة في الوقاية من الأمراض والأوبئة، وزيارة المرضى في المستشفيات، وتوعية الأفراد على توعية الأفراد من أجل تقديم أو التبرع بالدم والمساهمة في جمعه. كذلك تقديم اللوازم المدرسية للتلاميذ المعوزين أثناء الدخول المدرسي، وتنظيم حملات ختان لأطفال العائلات المحتاجة. أما على المستوى الخارجي، الهلال الأحمر الجزائري يقدم مساعدات للدول التي تتعرض للكوارث كالزلازل والفيضانات وغيرها والمجاعة، والدول أيضا المتضررة جراء الحروب، وذلك بتقديم المواد الغذائية والطبية. كذلك مساعدة اللاجئين مثل الأفارقة والسوريين وكذلك الصحراويين. وأيضا يعمل على إيواء ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.